حياكم الله اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم ببرنامجنا برنامج مواهب كرويه اللي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمريه. واكيد نرحب بضيفنا القادم من سلطنه عمان، سلطنه جميله باهلها وناسها. كل الشعب العراقي يجمع على محبته. انا واياكم ضيفي العزيز يحيى الهاشمي. حياك الله. وسهلا. مرحبا بك. شلونك؟ شرفتنا. اخبارك؟ الله يسلمك. طيب. الله والديك. سعيد جدا اني اكون معكم اليوم. انا اسعد والله. بارك الله فيكم. فرصه حلوه ان تكون معانا عفوا، لانه انا واحد من الذين يعشقون سلطنه عمان. الله يخليك. مرحبا بك في برنامجنا اللي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمريه وتحديدا في اكاديميه الهدف الاول. بارك الله فيك. اول بدايه حتى العمانيين يحبونك ويحبون العراق بشكل عام. محتوى جدا جميل، واتشرف اني ازور هذه الاكاديميه اللي حقيقه نشوف مواهب جميله، يعني رغم صغر سنهم الا ان لاحظت اساسيات كره القدم عندهم. فاللاعب من هو صغير تعرف انه له مستقبل، من لمسته بالكوره، من تحركاته، من توجيهاته للاعبين. فلو كان هو صغير في السن هذا على طول تقول ان هذا له مستقبل. ان شاء الله نشوفهم في يمثلون الانديه العراقيه ويمثلون المنتخب. الله يسلمك. طبعا اكيد نتشرف فيك، وخليني انه اربط عمل الفئات العمريه بالعراق مقارب للعمل في سلطنه عمان. والله انا اشوف جدا مقارب. اكاديميات موجوده معنا في عمان، ونفس الشيء هنا لاحظت ان في اكاديميات ممتازه، وفي شغل الفتره الاخيره. الاحظ الدول الخليجيه والعراق قاعدين يشتغلوا على تاسيس مثل هذه الاكاديميات، وفيه اهتمام كبير حقيقه. فانا اتمنى حقيقه ان يكون هناك افضل توسعه، ويكون هناك في اهتمام كبير لكل الفئات العمريه. هذا يسهل في عمليه اختيار جوده من اللاعبين في تمثيل المنتخبات في المنتخب العماني بالفئات العمريه دائما ما نشاهده فريق متمكن. نعم. فريق يلعب كره. الموهبه موجوده في عمان يعني، ولكن منتخب عمان ما شاهدناه في كاس العالم. والله شوف، فئات السنيه نحن يعني متميزين حقيقه، سواء منتخب الناشئين وصلنا لكاس العالم، حققنا المركز الرابع تقريبا. ايضا فئات الاولمبي على المستوى الخليجي ايضا حققنا اكثر من بطوله. يعني الفئات العمريه فيها نتائج طيبه للمنتخب العماني، ولكن في مشكله ما نعرف ايش المشكله بالضبط، ان المنتخب الاول لغايه الان ما اسعدنا يعني على المستوى القاري. انا اعرف هذه غصه في قلوب الجماهير العمانيه مثل ما هي غصه في قلوب الجماهير العراقيه، لانه احنا والجماهير العمانيه واحد يعني اكيد طبعا. مثل ما يعني شاهدت قبل يعني استقبال الجماهير العراقيه واستقبال الجماهير العمانيه متقاربين في كل شيء. ماذا يميز العراق بكره القدم عن سلطنه عمان؟ شوف، المنشآت هو كل شيء قريب، كل شيء متساويين، بس جودة اللاعب العراقي تتفوق. يعني جودة اللاعب العراقي تتفوق نسبيا عن اللاعب العماني. لكن إذا نجي على المقارنات فأنا أشوف أنها متساوية حقيقة. لربما أن المنتخب العماني في الفترة الأخيرة ممكن قاعد يشتغل، ولكن المنتخب العراقي من سنوات يعني هو صعد كأس العالم وإلى آخره. فخامة اللاعب العراقي شوية تؤهل أن تكون أفضل من اللاعب العماني حقيقة. يعني قبل يومين أو اليوم حضرتك كنت موجود في نهائي دوري العراقي. نعم. وشاهدت القوة الجوية. اصطحبت معاك أولاد كابتن رشيد جابر. نعم، كانوا معي. ما هو انطباعهم عن العراق؟ كيف شاهد العراق؟ هل رشيد جابر كابتن القدير سيتواجد كذا، سيجدد للقوة الجوية أم خلاص؟ والله شوف، بخصوص التجديد والله ما أعرف صراحة شيء، هذا راجع للمدرب. بس أنا حقيقة أتمنى أنه يستمر، بما أنه هو حقق نتيجة اللي يعجبني المدرب اللي يستمر. شوف، بخصوص الآراء الجماهير العمانية، أنا دائما أعتب على الإعلام الرياضي العراقي، البعض منهم حقيقة.
المفروض ان كل اعلام يبرز الاشياء الطيبه والايجابيه عن العراق. تعرف ان اول ما صورت ملعب الشعب اغلب منبهر، يعني اسف على هذا العباره لا تزعلوا مني، اغلب التعليقات يقول معقوله ان في ملاعب هذا التطور في العراق؟ يعني تخيل لو ما انا ناقل هذه الصوره كان المتابعين بعض الخليجيين والعمانيين ما كانوا يعرفوا، يفكروا بس جذع النخله اللي في البصره فقط اللي هو الملعب المتطور. انا متابع اول باول عن العراق، ملاعب متطوره، ملاعب جميله، ينقص نقل الصوره الحلوه والجميله عن الاعلام العراقي مقصر في هذا الجانب، وجهه نظر كثير يا اخي. انا زعلان من بعض الاعلام في العراق صراحه، يزعلون عليك وايد ازعل. يعني كل شيء يحب العراق الا الاعلام، بعض الاعلاميين. يعني شوف الحين انت المنتخب العراقي واصل كاس العالم، المفروض يكون زرت اغلب الاستادات، استاد الزوراء، الحبيبيه، ملعب المدينه الحبيبيه والجذع، وملعب كربلاء الدولي، ملعب الناصريه، هذا شفتهم، ملعب زاخو، ملاعب كبيره. مو بس ملعب زاخو، ملاعب كثيره. يعني نتحدث عن ملعب النجف الدولي، ملعب الكوت، ملاعب كثيره ما مسلط عليها الضوء يعني من قبل الاعلام. تشوف الاعلام فقط مركز على الاتحاد والمنتخب الوطني. انا سابقا اقترحت فكره ببرنامجنا وحاولت انه يعني اسس لهذه الفكره، انه يا اعلامينا من خلال الاستاذ يحيى الهاشمي خصصوا لكم 5 دقائق فقط، 5 دقائق للفئات العمريه، لدوري الفئات العمريه، عشان ممكن نطلع لنا لاعب نشوفه دوري نجوم العراق. هذه اللي المفروض. انا عندي سؤال، في دوري للفئات السنيه، دوري العراقي؟ انا ما اعرف صراحه. عندنا دوري والله ما حد يغطي الدوري، والله ما عندي. واني دائما اروح للاتحاد اريد اغطي الدوري ما يقبلون. يعني انا حقيقه انا ما اعرف ان في دوري عراقي للفئات العمريه. يعني كل التسليط على الدوري الممتاز. هذه مشكله حقيقه، مشكله اعتذر. لابد انه يكون هناك من الاساس هم الفئات العمريه. كل ما انت عملت تسليط الضوء عليهم هم راح يكون اكثر داعم واكثر دافع انهم يستمروا. حقيقه انا الحين متعجب، يعني ان فعلا ما نشوف ابدا اي تغطيه. هذا المفروض انه يكون هناك في تغطيات. انا اقول لك يعني حقيقه في تطور، ولكن في اشياء ناقصه لابد انه يركزون عليها، اللي هي الفئات السنيه، وايضا نقل الصوره الحقيقيه عن اللاعب العراقي او الرياضه العراقيه. نحن شفنا المنتخب العراقي الفتره الاخيره ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اسود الرافدين، اسود اسم على مسمى، كانوا يعني ابطال في امام المنتخبات القويه. وانا عندي احساس رغم المجموعه الصعبه، عندي احساس انه سوي العراق شيء ان شاء الله. في راح يعمل اداء طيب. يعمل. احنا اهم شيء انه يكون المشاركه مشرفه، هذا اللي ما نعمل، لانه منتخبنا ما مطالب انه يحقق نتائج في كم هائل من المنتخبات القويه. اكيد العالم. خليني اسالك اليوم، رغم يعني تواجدك هنا، من اللاعب اللي ممكن يعني ابهرك وشفت فيه لاعب المستقبل؟ والله في لاعب انا اشوف هذا لازم، المدافع، وايضا في 88 وفي لاعب 27 مهاجم كرار، وفي لاعب هادي جدا ممتاز 80 رقم 80 لاعب هادي جدا. ذاك الاخضر الاخضر تحت هذاك ممتاز ايضا. ايوه بس افضلهم هذا، بس ينقصه اللهم اللي هو التوزيع. هو ما شاء الله مهاري، يقطع كور ما شاء الله، لاحظت عليه ايضا. تعال اركب سريع. رواد. من اسمه رواد كابتن. تعرف ان العافيه انا اخترتك انت افضل لاعب. طيب مدافع ممتاز، تقطع كور، مهاري، بس خف. هذا تاكل وش منسف؟ لا. وش تاكل؟ سمك مسقوف. بس خف وزنه يعني ما غلط، بالعكس. انا اشوفك لاعب ان شاء الله في المستقبل تمثل نادي ممتاز جدا، مهاري،
اهم شيء من توصل هني تشوف لاعب فاتح رجع له، خلاص ابى اشوف لعبه حلوه تقطع الكوره وتتقدم للامام وتصنع لعبه. طيب الشوط الثاني وانت افضل لاعب، واتمنى تركزوا عليه. اي نادي يبحث عن فئات سنيه هذا اللاعب ممتاز جدا، الله يوفقه. الله يسلمك. احسن. وانت شد حيلك يا بطل. مصطفى شد حيلك. ها خوش لاعب بس ما شفته، ما نزل. ما نزل بس راح يلعب. يلا خلينا نشوفك ان شاء الله. في جديد ان شاء الله للاكاديميه، نزوركم بعمان ان شاء الله. ليش لا، انا اتمنى ان نشوف هذا اللعيبه في بطولات ان شاء الله، في بطولات خليجيه، في بطولات معنا هناك اكاديميات من خارج السلطنه يجوا يلعبوا بطولات، فليش لا ما نشوف اكاديميه الهدف انهم يشاركوا معنا في بطوله دوليه للاكاديميات، وفي اكاديميات من اوروبا يجوا معنا. فهذا يعني يعطي دافع قوي ويصنع لك لاعب يعني يحتك مع لعيبه من خارج بلده، وتحصله مع المرور الايام يكتسب ثقه، فتحصله لاعب جاهز باذن الله. ان شاء الله يوم بعد كم يوم انت باقي هنا؟ انا نسوي مباراه ان شاء الله تكون ان شاء الله، ان شاء الله. ليش لا؟ تلعب شوف فريقك والله منو؟ انا على مستوى الاوروبي. لا، اي فريقك المفضل؟ برشلونه. فريقك المحلي العراقي والله كلهم، بس شوي متعاطف ويا القوى الجويه لان المدرب عمان. نعم. زين، فريق عربي تحبه؟ نادي عربي. الهلال السعودي. الهلال السعودي. الهلالي ازرق وجويه ازرق. في عمان. ما يسبب لك مشاكل هذا السؤال؟ لا عادي، لان النادي اللي انا ساكن، المنطقه اللي ساكن فيها اللي هو نادي المصنعه، ولكن على مستوى البلد اللي هو النادي الاعرق ظفار. اشجع ظفار. نوجه التحيه والاحترام والتقدير لاداره نادي ظفار. شكرا. وابن ظفار هو رشيد جابر، مدرب القوى الجويه. ان شاء الله. انا جدا اشكرك، جزاك الله خير. تواجدك اليوم اسعدنا. تشريف والله العظيم، وان شاء الله اردنا اياها بمسقط ان شاء الله. التشريف على قولتهم عين غطا وعين فراش. الله يحفظك. نتمنى حضوركم، وعمان كلها ترحب بالعراقيين. الله يسلمك. بارك الله فيك، وانا سعيد جدا اني اكون معكم، وان شاء الله لي زيارات قادمه باذن الله. تشرف بك ان شاء الله. وان شاء الله الاستاذ يحيى الهاشمي ان شاء الله يتواجد في مباراه حبيه ان شاء الله، راح يعلق فيها معلق عراقي. يلا يعني يلا مستوى ان شاء الله كبير. ان شاء الله باذن الله. شوف لمساتك، يقول انا مهاجم وانا زمان قبل لا اكل المنسف والمسكوف وهذا. احنا هم طالعت النكروش. لا انا خربته خلاص. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا لمشاهدينا تابعي قناه الهدف الاول. كنت معكم وضيفي الاستاذ يحيى الهاشمي، انا محدثكم حيدر محمد. نلتقيكم ان شاء الله في حلقه مقبله من برنامج مواهب كرويه. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا.